يتخيل العرب ربما أن تجمعهم في بلاد الشتات صار أسهل من بلادهم الأصلية، فقد تجمعت 7 جاليات عربية في مهرجان شكرا تركيا في يومه الثاني الذي فاق حضوره الآلاف في يومه الأول. نحن هون بنوضح التراث الفلسطيني، الأعمال اليدوية اللي هي أكثر شيء بيحارب الإسرائيليين لأعمال المرأة الفلسطينية. طبعا نحن بنحب أول شيء بشكر تركيا على هيك فعاليات عم تسمح لنا نعبر فيها عن شغل المرأة الفلسطينية، الأعمال اليدوية. تمام، نحن هون أكثر من 4000 عائلة فلسطينية نازحة للمرة الثانية. طبعا حبينا بجمعيتنا نور القدس نوضح أعمال المرأة الفلسطينية، وعن طريق هذا المعرض عم نوضح كل شيء أعمال يدوية عم تقوم فيها المرأة هون بتركيا. حرصت الجاليات السورية أكبر الجاليات هنا في تركيا على اصطحاب تراثها وفلكلورها الذي غطت عليه جراحها في السنوات القليلة السابقة. أن دعينا من ظلامك يا دنيا، دعينا لحتى نسير عمنهج هدينا. نرحب بكم في هذه الخيمة التراثية، خيمة الجالية السودانية بإسطنبول، وهي مشاركة في مهرجان شكرا تركيا. في هذه الفعاليات وهذه الخيمة نريد أن نعكس كثير من الجوانب التي توجد في السودان من تراث، من أعمال يدوية، من الزي السوداني، من أيضا يوجد جلسة للقهوة السودانية، ويوجد العديد من اللوحات التي تبين الدور الذي تقوم به الدولة التركية في السودان من كثير من الأعمال الخيرية وفي مجالات الصحة ومجالات التعليم وكثير من المجالات الإنسانية. التراثات اليمنية هذه اللي لازم نحضرها، مثل الجنابي، وكمان نتميز بالنقش اليمني. وهناك أيضا بعض الأعمال اليدوية مثل الصوف كما تشاهدون هنا. وكمان نهتم بالخط العربي، نشوف هناك في عدة مشاهدين، في عدة ناس يذهبوا إلى هناك لكي يأخذوا أكبر كمية من الخط اليمني. يتنفس آلاف العرب رغم الآلام في أكبر فعالية للعرب في تركيا ضمن مهرجان شكرا تركيا. لبرنامج صباح الإيمان، كفاح بني سلامة.